نقطة مهمة جدا حابب ان انا اتكلم فيها سريعا كده. عشان الواحد بس ما يبقاش عنده لبس في الامور. انا موجود في المانيا بقالي فترة، خلصت البكالوريوس هنا والماجستير هنا، الحمد لله الدنيا تطورت في خلال الفترة اللي فاتت بصورة ملحوظة جدا. و... وعايز اكد بس على نقطة سهلة قوي وبسيطة قوي، ان كل اللي حصل ده مش شطارة مني، وعمر ما كان في اي نجاح انا وصلت له في حياتي كان من شطاره مني. بالعكس، الحاجات اللي انا كنت ببقى مخطط لها غالبا هي بتفشل، وربنا بيكرمني بحاجه تانية انا ما كنتش عامل حسابي عليها، والحاجه التانية دي بتشقلب لي حياتي بصوره رائعه جدا يعني. فالناس اللي هي بتنجح وبتوصل لمكانات عاليه وبيجمعوا فلوس وبيبقوا ناجحين في حياتهم والى اخره، ما يقعوش في فخ انه يعني انما اوتيتوه على علم مني، انا جامد جدا فده حصل بسبب ان انا جامد جدا. لا، هو ولا انا جامد جدا ولا انت جامد جدا ولا اي حد جامد جدا، واحنا كلنا كده على بعضنا ماشيين بكرم ربنا وبتوفيق ربنا وبستر ربنا. يعني مواقف كتير جدا كان الواحد ممكن يتسوح فيها وحياته تضيع، لكن ربنا بيكرمه وبيقف جنبه وبيحلها له. رسالة لكل الناس اللي بتجتهد وبتسعى في الحياة، اعرفوا ان ربنا هيكرمكم. ورسالة لكل الناس اللي هي اوريدي راضية عن المكان اللي هي فيه واوريدي راضية عن النجاح اللي هم وصلوا له، احمدوا ربنا، لان دي نعمة. ممكن النعمة دي في ليلة، في لحظة، في ليلة في لحظة كده النعمة دي تروح. احمدوا ربنا على كل نعمة انتوا وصلتوا لها، لان ده كرم من ربنا، محض كرم من ربنا صرف. انت ولا شاطر ولا جامد جدا ولا شبح ولا علاقاتك الجامده جدا هي اللي وصلتك لكده. انت وصلت لده بسبب كرم ربنا، وطالما انت ربنا كرمك ووصلك للمكان اللي انت فيه ده، فحاول انك انت تشكر النعمه دي، وحاول ان انت تساعد الناس اللي لسه ما وصلتش. فلو انت حد موجود في المانيا وعايش في المانيا ومبسوط ان انت عايش في المانيا والدنيا جميله، حاول ان انت تشوف ازاي ممكن تساعد حد غيرك ان هو يجي المانيا. لو انت حد ناجح في البيزنس بتاعك وعندك مجموعه شركات ومئات الالاف من الموظفين، شوف ازاي ممكن تساعد الجيل الطالع اللي عنده افكار حلوه وعايز يعمل افكار بيزنس ومش عارف يعملها. لو انت وصلت لاي نجاح في حياتك، حاول دايما تفكر ازاي اقدر اساعد الناس اللي حواليا ان هي توصل لنفس مستوى النجاح اللي انا وصلت له ده. نجاحك مش هيقل لو نجاح الناس زاد، والله العظيم نجاحك مش هيقل لو نجاح الناس زاد، بالعكس ده انت ربنا هيطرح البركه في شغلك وهتلاقي الدنيا بقت احسن كمان. اي حد عنده اي سؤال ازاي يجي المانيا او اي حاجه ليها علاقه بالحياه في المانيا عامه يقول لي، وكالعاده ادعي لي.